عليكم كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا في شويه نعمه. اليوم ان شاء الله كما شفتوا معايا غنقدم لكم الطريقه اللي حضرت بها العيد ميلاد ديال وليدي. حضرت عشيوه خفيفه وحليوه ولي غاطو. دونك على بركه الله، اول حاجه قدمت هي السلطه. كانت بسلطه بسيطه عباره عن بطاطس، زجر وجلبانه واللوبيا اللي سلقتهم بالماء والملح وحطيتهم على هذا الشكل هذا، وضعت معاهم واحد شويه الكروفيت والكرامار اللي شحرتهم بالزبده والملح والابزار فقط، وضعتهم حتى هما على هذا الشكل، وقدمت عليهم المايونيز من الفوق. كانت هذيك هي طبقه ديال الطبق ديال السلطه. وهنايا كما كتشوفوا معايا حضرت بسطيله ديال الدجاج. ان شاء الله غادي ننزل لكم الطريقه الفيديو ديال جميع التحضيرات اللي حضرت في العيد ميلاد هذا. كانت هذه هي العشيوه. ودابا دزنا الكاطو. بالنسبه للكاطو كما كتشوفوا معايا حضرت معاه دي ميني تارتوليت بساط باللي موجود عندي في المنزل، وعطاو بلاطو زوين خفيف ظريف كما كتشوفوا معايا. وهادو دي كاطو اللي حضرتهم بالكاوكاو والشوكولا، راني حضرتهم بمناسبه العيد. بقى عندي هادو حطيتهم على المائده. وكان عندي هنايا عصير ديال الخوخ والبنان، وهنايا الكاطو برينسيپال ديال لانيفرسار. كما قلت لكم غنزل لكم الفيديو ديال التحضيرات بتتابع اللي قمت بها باش نتوما تحضروا المكونات بسيطه، تحضروا عيد ميلاد للوليدات ديالكم وتفرحوهم. وكان هذا هو الوليد ديالي، وكنتمنى له طول العمر وعيد ميلاد سعيد.